عمرك سألت نفسك يعني ايه برمجة؟ او سمعت عن حاجة اسمها سي بلس بلس وقلت لنفسك ايه الاسم الغريب ده؟ فانت في المكان الصح. انا باشمهندس احمد، وده كورس سي بلس بلس من الصفر لحد المكان اللي الناس بتقول عليه ان هو صعب، بس احنا هنخليه سهل. بص يا معلم، البرمجة ببساطة هي ان انت تتكلم مع الكمبيوتر باللغة هو بيفهمها. يعني كأنك بتقول للكمبيوتر لو حصل كذا اعمل كذا، ولو حصل كذا اعمل كذا. وده بالظبط زي لما انت بتبعت لحد على الواتساب هات لي سندوتش فول، لو مفيش فول هات لي طعميه. بس الفرق ان الكمبيوتر ما بيهزرش، لو في حرف واحد انت كتبته غلط هو مش هيفهمك. الناس هتقول لك اتعلم بايثون او اتعلم جافا. سي بلس بلس دي زمانها انقرض، بس بالعكس، سي بلس بلس لسه قويه جدا وبتستخدم في الالعاب وفي انظمه التشغيل وفي اي حاجه محتاجه سرعه. لو البرمجة هي سباق فالسي بلس بلس هي أسرع عربية، بس بشرط محتاجة سواق شاطر. دلوقتي هنكتب أول كود لينا، والكود اللي بيقول هلو وورلد أو أهلا بالعالم. ركز معايا شوية بقى إيه اللي بيحصل هنا وما تخافش. احنا دلوقتي أنا هشرح لك الكود عشان لما أنت تشوفه تبقى فاهم ده إيه. بس أنا ولا عايزك تعرف طريقة الكتابة اللي هي السنتكس بتاعت اللغة، ولا عايزك إن أنت تكتب كود. أنا كل اللي عايزك إن أنت تعمله إن أنت تركز معايا. طيب تعالى نبتدي بأول سطر. اول سطر هتلاقي عندك حاجه اسمها هاش انكلود، وبعد كده علامه المور ذان والليس ذان واللي احنا بنقول عليها انجل براكتس، وبعد كده كلمه في النص اسمها اي او ستريم. طيب تعالى كده الاول نفهم ان السي بلس بلس او عامه لغات البرمجه بنقدر ان احنا نستدعي مكتبات. المكتبات دي تساعدنا في الشغل جوه البرنامج بتاعنا. طيب حلو قوي. طيب هنا في السي بلس بلس علشان نستدعي اي مكتبه او علشان نستخدم اي مكتبة بنكتب حاجة اسمها هاش، وهاش دي هي علامة الشباك، وبعد كده كلمة include. وهنا انا بقول له انا عايز استدعي حاجة معينة، مش شرط مكتبة، احنا ممكن بعد كده نستدعي فايلات معينة، بس حاليا احنا بنستدعي مكتبة. طيب بعد لما اكتب هاش include بكتب علامة الانجل براكتس اللي هي علامة الليزان والمورزان، وما بينهم بكتب اسم اللايبرري او اسم المكتبه اللي انا عايز استدعيها، وفي حالتنا دي اسمها اي او ستريم، مكونه من كلمتين. طيب اي او هي اختصار لانبوت اوتبوت، فمعنى كده ان دي المكتبه الخاصه بان انا اعرض حاجه لليوزر او استقبل من اليوزر حاجه. حلو جدا. طيب بعد كده هتلاقي عندنا حاجه اسمها using namespace std. طيب مش انا فوق استدعيت مكتبه؟ طيب السطر ده اللي هو بتاع using namespace std انا بقول له ان انا عايز استخدم كتاب من جوه المكتبه دي. طيب الكتاب ده اسمه ايه؟ اسمه std. طيب الكتاب ده بتاع ايه؟ الكتاب ده بيعمل 3 حاجات اساسيه، حاجه اسمها سي اوت، حاجه اسمها سي ان، وحاجه اسمها end line. بعد كده نلاقي حاجه عندنا اسمها end main. وايه end main دي؟ end main كل اللي عايزك تعرفه عنها دلوقتي ان دي فانكشن. ما تقلقش، فانكشن ليها حلقات كتيرة قدام وهنعرف يعني ايه فانكشن بالتفصيل. كل اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان في حاجة اسمها فانكشن، وان الانت مين دي هي عبارة عن الفانكشن الأساسية في السي بلس بلس. طيب بعد كده هنلاقي عندنا حاجة اسمها سي اوت. طيب اللاين ده هو اللي بيطبع لليوزر. لو انا عايز اطبع اي حاجة فانا بكتب سي اوت، وبعد كده ما بين دبل كوتيشن بكتب الحاجة اللي هتطبع. خلي بالك ان الحاجة دي هتطبع زي ما هي، لو انا كتبت اي حاجه ايا يكن هي ايه هتتبع زي ما انا كاتبها. واخر حاجه عندنا هنلاقي عندنا حاجه اسمها ريتيرن زيرو. طيب ريتيرن زيرو دي بكل بساطه هي بتعرفنا ان الكود بتاعنا اشتغل من بدايته لحد نهايته من غير اي ايرورز في النص او من غير ما يحصل اي دروب في النص. الكود من بدايته لنهايته اشتغل. طيب ريتيرن زيرو دي بتظهر فين؟ ريتيرن زيرو دي بتظهر في التيرمينال. انا ما قلتلكش يعني ايه تيرمينال؟ التيرمينال ده او الكونسول هو دي الحاجه اللي الكود بيشتغل فيها لو ملوش جي يو اي. يعني ايه جي يو اي؟ جي يو اي هي الجرافيكال يوزر انترفيس، وهي الواجهه المستخدم اللي انت بتتعامل معاه. فاحنا نقدر نعمل برنامج من غير جي يو اي، وفي الحاله دي هو هيشتغل على التيرمينال او الكونسول اللي هي بتبقى الشاشه السوداء. تحس نفسك ان انت هاكر شويه، بس لا، انت مبرمج مش هاكر. طيب تعالى نعمل سمري كده سريع لكل اللي احنا قلناه. هاش انكلود اي او ستريم ده زي لما انت بتقول للكمبيوتر هات لي المكتبه بتاعه الطباعه والاستقبال. يوزنج نيم سبيس اس تي دي، ودي بتخلينا نكتب اقل. يعني ايه بتخلينا نكتب اقل؟ لو احنا ما كتبناش يوزنج نيم سبيس اس تي دي فكل مره هنحتاج ان احنا نعمل سي اوت او ان احنا نعمل سي ان هنكتب قبلها اس تي دي زي ما انت شايف دلوقتي كده. طيب انت مين، ودي اللي احنا قلنا ان هي فانكشن،
ودي البدايه الاساسيه لاي كود في اوت، وهنا احنا بنقول له اطبع الجمله دي. ريتيرن زيرو، وهنا احنا بنقول للكمبيوتر ان احنا خلصنا كل حاجه وكل حاجه تمام. لو انت فهمت اللي احنا قلناه لحد دلوقتي فانت حرفيا بدات في اول خطوه في طريق البرمجه. المره الجايه هنعمل شويه شغل يليق بيك. لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك واعمل كومنت سواء بالسلب او بالايجاب. مهم جدا الكومنت بتاعك ومهم جدا رايك. ما تنساش تعمل سبسكرايب واعمل شير للكورس لكل اصحابك اللي انت عايز ان انت تفيدهم. تعد للفيديو الجاي عشان الفيديو الجاي هنبدا برمجه بجد.